السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في مطبخ حبيبة للأكلات والحلويات. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، توحشوني من الفيديو للتاني والله. النهاردة بقى إيه، نزلت السوق وقلت لازم أوريكم الحاجة اللي أنا جبتها. وجبت فراخ، النهاردة يوم الفراخ العالمي بقى، قلت لازم أوريكم الحاجة اللي أنا جبتها بأسعارها. بص انا جبت اهو ايه. اول حاجه طبعا جبت ايه، حاجه الاسبوع. بسم الله الرحمن الرحيم. هقولها لكم بالاسعار. جبت ايه، جبت كيلو فيليه. الفيليه الكيلو ب200، ادي نص وادي نص. جبت كيلو، جبت حاجات عشان خاطر ايه، تكفي مثلا اسبوع او تعدي الاسبوع كمان. لو اتبقى خير وبركه، ما تبقاش ننزل السوق تاني ونجيب تاني ونصرف تاني. نعمل ايه، المصاريف كلها والفلوس كلها رايحه على الاكل. قول بسم الله. ادي الفيليه ده كده كيلو ب200 جنيه. يبقى ايه الصينيه كده ونرص فيها الحاجه اللي انا هوريها لكم اهو. ادي كيلو فيليه. وهنا جبت ايه، فرختين. جبت فرختين عتائي. الفراخ العتائي الكيلو بكام يا رب، اللهم صل على النبي، ب110. جبت فرختين لسه بقى ايه، هبقى انضفهم برضو كويس وبعد كده اشيلهم. ادي فرخه اهو، وهي دي الفرخه الثانيه اهو. دي الفرخه الثانيه كده، فرختين. شيل بقى الشنطه دي. صح كده، اجيب ايه، نسيت كده مكان شنطه الفراخ. انا بتقرب بصراحه من الفراخ. ادي كده ايه فراخ اهي، وريتها لكم تمام. وجبت بقى، خدت البطايق بقى ورحت جبت عيش. جبت حاجه ايه، الحاجه كلها بتاعتي. ادي جبت اهو العيش والبطايق. بصوا العيش والله جميل، بصوا جماله صابح، بصوا شكله. خليت الشنطه كده بقى ابقى اشيله. ادي العيش اهو تمام. وكده العيش بصوا ما شاء الله والله، شكلهم فراخ يفتحوا النفس، شكلهم جمال. وجبت هنا بقى ايه في الشنطه دي، جبت هنا 3 كيلو بصل. البصل الكيلو ب14، فجبت 3 كيلو ينفع. بص الحجم ده كده ايه، بجيب الحجم اللي هو المتوسط، لا منه كبير قوي ولا منه صغير، عشان خاطر لا يوزن ولا ايه يتبقى منه اللي هو ايه الصغير ده. برضه الصغير بيبقى هنحتاجه في الاكل. ناكله جنب مثلا فول، طعميه، بصاره، عدس، اي حاجه بتاكل جنب البصل اللي هو الصغير. انما ده انا جبت ده كده ايه، انا عندي انا جوه شويه من اللي هو الصغير، فجبت بقى المتوسط ده. المتوسط ده بينفع في كل حاجه تمام. وقلت لكم كيلو ب14. وجبت ايه كمان، نص كوسه. بصوا الكوسه اهي، دي الكوسه اهو. حطها جنب الفراخ. طبعا الفراخ ما حدش يقول لي بقى ايه انت حطها جنب الفراخ، لا الفراخ ايه محطوطه في كيس ومتغلفه. ادي الكوسه اهو. جبت ايه، نص كيلو، عشان خاطر هعمل محشي. هوريكم دلوقتي المحشي اللي انا جبته. انا كده خلاص اهو البصل اهو تمام. وقلت لكم سعره، قلت لكم ده سعره 14. والكوسه ما قلتلكوش على سعر الكوسه صحيح. سعر الكوسه انا كنت نازله مصدومه، ناس كتير قالت لي على اسعار، اللي يقول لي 30 اللي يقول لي 25، لا بس الحمد لله لقيته ب20. فجبت نص كيلو ب10. ادي الشنطه دي كده خليها على جنب. ونشوف الشنطه دي فيها ايه. خيار، جبت كيلو خيار. الخيار بقى بكام، الخيار ب20. جبت كيلو عشان خاطر بينفع الخيار، ما لازم بينفع جنب بينفع في السلطه، بينفع جنب الاكل، جنب الجبنه. الواحد مثلا بيتسلى كده بياكل خياره. انا بحب الخيار، انا عندي الخيار ده احسن من الفاكهه صراحه.
عندي يعني افضل بكتير من الفاكهه. ادي جبت كيلو، قلت لكم ايه الكيلو بكام؟ ب20، فجبت كيلو. وجبت بقى ايه كيلو بطاطس. اصدمكم بقى اقول لكم البطاطس بكام؟ البطاطس ب25 اهو. ادي جبت كيلو. خش بقى على التقيل ده يا جماعه، بقى على الجامد بقى. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا البتنجان الصبح ازاي، بصوا جماله، بصوا حجمه، جميل جميل جميل. ده ليه سعر وده ليه سعر تاني. يعني البتنجان الاسمر ب10 كيلو ب10، تمام. اما البتنجان اللي هو الموف دوت 14. فانا ما جبتش بقى ايه ابيض، انا جبت اللي هو الموف دوت. جبت كيلو من ده وكيلو من ده. الاسمر قلت لكم ب10، انما البتنجان الموف دوت 14. فجبت كيلو، كيلو 24 كده زي الفل، حلو قوي كده. ادي البتنجان نحطه هنا. جبت بقى ايه عشان افرحهم بقى، ومش كله اكل اكل، لازم حاجه تحليه كده، لازم افرحهم بحاجه. جبت لهم بطاطا. بصوا الجمال. البطاطا بكام؟ البطاطا ب8. بصوا جميله ازاي. اشويها لهم بقى بتاعت الشوي عشان يحلوا، بعد ما ياكلوا محشي هيحلوا ببطاطا. ايه التخن ده؟ هو يوم تخن النهارده من محشي البطاطا. بس بصوا والله جميله، يعني هم بيفرحوا بالبطاطا قوي. انا اول ما شفت شكلها قلت لا لازم ادوقهم البطاطا، عشان انا ما جبتش خالص بصراحه السنه دي، ما كنتش لسه جبت بطاطا خالص. كذا مره انزل السوق وما جبتش بطاطا، فجبت لهم المرات. قلت يا افرحهم المره، عشان قعدوا يقولوا عايزين حاجه حلوه عايزين حاجه حلوه، فقلت ما فيش احلى من البطاطا. ادي البطاطا انا قلت لكم اهو، جبت 3 كيلو، الكيلو ب8 جنيه. وايه كمان؟ لا ده انا ما حرمتهمش من حاجه بقى النهارده. كيلو بتنجان عشان اعمل لهم مسقعه كمان في نص الاسبوع. ما هو مش كله بقى لحمه وفراخ بقى ومحشي وطبيخ، لا شويه كده وشويه كده في نص الاسبوع. نعمل مثلا مسقعه، نعمل مثلا بصاره، نعمل عدس. لازم حاجه ايه، حاجه تكسر شويه وتوفير شويه، ووفير شويتين. ادي البتنجان اهو حطيناه على الصينيه. بصوا شكله حاجه والله العظيم في البيت بتبقى خير خير وبركه. يعني بصراحه حاجه البيت دي الواحد بيفرح بيها قوي. وايه كمان بس كده؟ لا، عديت على واحده فلاحه كمان انا بتعامل معاها، بجيب منها على طول الزبده وجبنه. لقيت عندها جبنه بيضه فلاحي بلدي، يا لهوي على طعمها. قالت لي دوقي كده طعمها واحكمي، لو ما عجبكيش طعمها ما تاخديش. دقت حته رهيبه رهيبه، فقلت لا اجيب لهم كيلو احسن وانضف من الجبن بتاعت بره. فقلت اجيب كيلو. بس الكيلو بكام؟ اصدمكم اقول لكم ب90 جنيه. غليت قوي ب90 جنيه بصراحه كتير، بس بصراحه يعني انضف واحسن من الجبن التانية. انتوا عارفين الجبن التانية ايه؟ العلبه بقت قد كده اهو، علبه صغيره كده ب50 جنيه، وطبعا مش عارفين هم عاملينها ازاي ولا مصدرها ايه. انما دي حاجه صبحه وحاجه صحيه، حاجه معموله ناس عاملينها في البيت الفلاحين، بتبقى يا جمالها انضف واحسن ومضمونه واصح. فجبت لهم كيلو. ادي كيلو. وجبت ايه كمان برضو من الست اللي انا جبت منها الجبنه. جبت منها قالت لي عندي ايه، عندي فاصوليا بيضه صبحه من زرعتهم. بص الجمال. دي ايه بلدي، دي فاصوليا بيضه بلدي. البلدي دي اللي بتبقى ايه حباتها صغيره شويه، غير التانية اللي هي التانية مش البلدي، هي المستورده. التانية بتبقى ايه بيضه قوي زياده عن كده، وبتبقى الحبه بتاعتها كبيره زي اللوبيا. برضه اللوبيا البلدي بتبقى صغيره مان سودا، هي مان سودا دي، والتانية بتبقى ايه بتبقى كبيره. بصوا والله في ايه
دي راحت فين؟ مش عارفه، هدور عليها بس اختفت سبحان الله. بس برضه مش هسيبها، هدور عليها. اهي لقيتها. لقيتها. بصوا عامله ازاي، بصوا دي البلدي بقى. جبت ايه؟ جبت نص كيلو، بس طبعا نص كيلو برضو ايه مش هعمله كله مره واحده، لا طبعا عشان هي بتزيد. يعني البلدي على قد هي مثلا بتبقى حجمها صغير كده، بس لما بتتعمل بتتسلق حجمها بيزيد. فجبت نص كيلو. تمام. وادي الجبنه وادي البطاطا، يعني بص انا مش هرميهم النهارده من حاجه خالص. وادي الصينيه، بص الصينيه، صينيه مشكله في كده ولا احسن من كده ولا انضف من كده؟ يعني حاجه بره بصراحه بتبقى الحاجه اللي هي اللي بتجيبيها من، ما بتجيبهاش من مثلا من السوبر ماركت ولا الكلام ده، لا بتبقى الحاجه اللي انت بتجيبيها من السوق قدام عينك دي بتبقى صح وحلوه. حتى برضو ايه الفراخ، انا برضو بصراحه ما بحبش اجيب فراخ من السوبر ماركت ولا الكلام ده، انا بحب اجيب فراخ ايه من الفراخ. بتبقى الفرخه قدامي صاحيه كده وعافيه، وانا اللي بنقيها وبذبحها قدامي. غير الفراخ التانية لا المجمده لا بصراحه ما بضمنهاش او ما اعرفش برضو ايه مصدرها ايه. بصوا الجمال، هو ناقص بس حاجه واحده بس، انكم تيجوا ايه تتغدوا معانا المحشي. بس بقى مين الشاطره بقى اللي هتيجي تعمل معايا المحشي تقور لي؟ لسه هنقعد نقور ونحشي بقى. يلا بس بيبقى يوم زي العسل، يوم المحشي ده بيبقى يوم مميز. يا رب بس الفيديو يكون عجبكم. انا عملت فيديو بسيط عن الحاجات اللي جبتها وما كنش تقيله عليكم، بس انا عارفه ان انتوا حبايبي وان انتوا نور عيني وان انتوا بتحبوا الحاجه اللي انا ايه بقدمها، اذا كانت حاجه بسيطه بس إيه انتوا بتحبوها. يا رب بس لو ما كنتش طولت عليكم او ما كنتش ضايقتكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد، عشان انا اكبر ونكبر مع بعض. واي حد بيعلق لي انا بشوف والله تعليقه على قد ما بقدر وبرد عليه. بس انا عايزاكم بقى ايه تبقوا معايا عشان ايه نكبر كلنا سوا مع بعض، وبالتوفيق للجميع. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.